صباح الفل عليكم وصباح صنع في مصر. النهاردة هنبتدي سلسلة جديدة برحلة جديدة في التعرف في القطاع الصناعي في مصر، وهنخش في القطاع الخاص بالصناعات الخاصة بالحديد أو الصناعات المعدنية بقى. بس قبل ما نبتدي نخش فيها ونشوف القطاعات اللي مصر شغالة فيها والقطاعات اللي احنا لسه فينا عندنا فرص فيها وايه الفرص النمو السهلة، يمكن زي ما عملنا قبل كده في الحلقات الخاصة بالقطاع الزراعي، تعالوا نشوف الخريطة العامة للنظام الخاص بالصناعة بتاعة الحديد وتشكيل المعادن. فكرة الايكو سيستم بيطلقوا عليها النظام الاقتصادي للحتة دي والسايكل بتاعته ماشية ازاي. ماشيه من اول حاجه من المكان اللي فيه الماده الخام او الرو ماتيريال، الاماكن الجبال اللي فيها الخام بتاع الحديد. تاني مرحله وهي مرحله تجهيز الحديد او تجهيز الخام نفسه اللي هي بيسموها التلبيد بتاع الحديد، اللي هي فكره ان انا من الماده الخام اللي جايه لي من تراب ازاي ان انا اقدر استخلص منها الخام بتاع الحديد. بعد كده تبتدي انها تخش في عمليه صناعه الحديد، وهي فكره ان انا احول هذا التراب بقى للباليتات. طيب بعد كده لما هستخدم ويجيلي بقى خام الحديد ده، هل انا هستخدمه زي ما هو كحديد ولا هحوله الى فولاذ ستيل؟ خلاص، فتخش لي صناعه تحويل الحديد الى فولاذ. بعد كده بقى هنا بتجيلي المرحلة انت عايز تعمل ايه بقى، سواء بخام الحديد او بالخام بتاع الفولاذ. هل انت عايز تحوله للجزء الخاص بصناعة السفن ونخش نشتغل فيه، ولا صناعة معدات وتعمل بيه مكن، ولا ان انت تعمل بيه منتجات حديد زي الحديد بتاع التسليح اللي احنا بنشتغل بيه، بنبني بيه العماير، او ان انا اعمل كمر، او ان انا اعمل سقالات، فلو بيسموها صناعه الحديد، تاخد خامه الحديد وتروح تشكلها. او حاجه مهمه جدا وهو سيكتور رابع، وده فيه التوسع بشكل كبير جدا، بيسموه الديب اندستريال بارك، اللي هو انت بتاخد بقى سواء خامه الحديد او خامه الفولاذ، تاخدها تشكلها تعمل منها منتجات ليها خصائص معينه باشكال معينه. يعني عايز نسبة الحديد تبقى قد ايه، او نسبة الفولاذ قد ايه. هذا الحديد او الفولاذ هتبتدي تستخدمه وتعمل بيه ايه، منتج بسيط ولا منتج تام. يعني ايه منتج بسيط ولا منتج تام؟ يعني انت عايز تستخدمه عشان تعمل منه الواح، الالواح دي انا اعمل منها عربية، فالالواح ده منتج بسيط. بعد كده الالواح دي بتتاخد يتعمل ليها تشكيل وتتعمل جسم العربية، برضو منتج بسيط. بعد كده لما تتجمع العربية بقت منتج نهائي. لا، احنا عايزين ان احنا نبتدي نستخدم المعدن دوا في ان احنا نعمل الجزء اللي هو الخاص بمعدات ان احنا نستخدمها في المناولة، او نستخدمها في الشيل، او ان انا عايز اعمل رفع، فانا ببتدي ان انا ابتدي اعمل الجزء بتاع الرفعات وتبتدي انها تتجمع. لا، ده اشكال كتير قوي، عشان كده سموه ديب اندستريال بارك. فوزين الرحلة بتاعتنا ان شاء الله هنبتدي ان احنا ناخد السايكل كاملة ونشوف في مصر احنا فين ومتفوقين فين، وهنبتدي نشوف احنا فين. صباح الفل عليكم وصباح صنع في مصر.